صباح الورد، صباح الفل، صباحكم ياسمين يا أجمل متابعين. أنا بشكركم كل الناس اللي اشتركت عندي، نورتوني وشرفتوني. النهاردة عندنا أكلة حلوة قوي بتعدل المود. أكلة السمك دي إحصائيات بتقول إن هي بتعدل المود جدا جدا جدا، وأنا عن نفسي بحب السمك، كل أنواع السمك، ودي أكلتي المفضلة. نزلت اشتري السمك النهاردة، الكيلو ب90 جنيه السمك البلطي، والمستوي ب140 جنيه، وفي أماكن ب150، وفي أماكن أعلى من كده بكتير. خلاص، لكن مش كل مرة كانوا بيبعتوه لي حلو، فأنا قررت هعمله بنفسي النهاردة. نزلت جبت السمك، جيت غسلته، وطبعا انتوا عارفين غسيل السمك ونقعه في الخل، مش خل، ليمون وملح ودقيق. خلاص، ده التوم قشرناه مع التوابل هطحنها في الكبة، البصلة حطيناها على النار عشان نعمل أحلى رز، شلت نصها والنص التاني هشمع فيه الرز، وحطيت عليه فلفل رومي، عندي الفلفل الرومي روح البيت. بقية البصلة هاخدها في الخلاط لما تبرد مع مية تناسب الرز عشان اغليهم على النار، وده اللي انا هسقي بيه الرز عشان يديني اللون الحلو. غليتهم، وهنا الرز حطيت نص معلقة قرفة كلته كده في مرسى مطروح جميل بالقرفة، معلقة صلصة، ملحك، كمونك، كزبرتك، دقة بقى من اللي انت دقاها بالثوم. خلاص، وهنبتدي ننزل على الرز بالمية اللي غليناها بالبصل المطحون المحمر، ونبتدي نسيب الرز يستوي ويتشرب عشان تاكلي احلى رز سمك. السمكه كبيره عندي، شرحناها من الجناب، لان انا لما بجيب السمك صغير يا جماعه، على ما بينزل منه الأحشاء وال الخياشيم والصفا، ما بلاقيش حاجة كلها، وبيبقى دفعت فلوس وشوك وجلد. فانا بصراحة بحب النص كيلو ده، مش هيفرق معايا. يعني انا لو جبت السمك الاربع سمكات كيلو ونص مش هيفرقوا معايا. النص كيلو لو جبتهم 2 كيلو، دول كانوا 2 كيلو 200. فكان بصراحة وزنهم حلو خالص، وكان لحمهم ابيض وفيهم لحم يتاكل. انا بجيب السمك عشان اكل لحمة، فانا لو ما اكلتش لحم السمك انا بجيبه ليه؟ خلاص، فنزود شوية، لكن نجيب حاجة ممكن ما اكلش السمكة كلها بس يبقى فيها لحم، الجزء اللي يقعد يبقى فيه لحم، لكن التاني بحس ان هو شوك ونشف. خلاص، التتبيلة طبعا طحناها في الكبة، توم، كمية التوم اللي تحبيها، وبحبحي ايديك عشان دي هتستخدميها في كل حاجة، وقرن فلفل كبير قوي من الفلفل الاسكندراني ده اللي انتوا شايفينه، ومع التوابل بتاعه السمك، 7 بهارات، كمون، كزبرة بس، لكن ما بحطش قرفة في السمك، وما بحط في الرز بس، وما بحطش فلفل اسود. خلاص، طحناها وشيلنا شوية على جنب عشان دي هنعمل منها كل حاجة. تبلنا كل السمك، والفتحات اللي عملناها لازم تتبل طبعا، وهنركنه شوية لحد ما نعمل السلطة، ونتبل في الدقيق، ونقلي في طاسة مناسبة عشان السمك كبير ما يتكسرش. اوكي، وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل واللي يجيب وياكل. خلاص، بحط كمية دقيق معقولة عشان الدقيق ما يزيدش ويترمي، وبعدين لو احتجت بكمل تاني. خلاص، ابتدي تتبله حلو قوي، اهم حاجة التتبيل، وننفض حلو قوي، ونبتدي نقلي، وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل. لما كنت ببعت اجيب السمك من المطعم اول مرة يدهوني حلو، تاني مرة الاوردر يجيلي سيء جدا، ونبقى احنا اللي منقيين السمك ووزنينه، ونستنى مثلا ناخده بالميعاد يجيلي ابشع من كده مفيش، ولا فريش ولا طعم. ولما تيجي تكلمي الناس يزعلوا، لا ازاي؟ اغير المطعم نفس الموضوع، اغير المطعم نفس الموضوع. النهارده قررت انا اللي هعمله بصراحه، هتعب شويه وهعمله. دي الدقه اللي زادت في الطبق الكبه بتاع الطبق بتاع الكبه، عصرت عليها كميه ليمون، فيها التوم، فيها كل التحبيشات بتاعتها عشان هدم بيها السمك وهو لسه نازل من على النار سخن، بالفرشه السيليكون بمعلقه، السمكه من جوه ومن بره ومن كل اتجاه. انا كده كده بقلل الملح. بصلايه، علشان انا نسيت اشتري خيار، وهحط حزمة بقدونس. وعلى فكرة السلطة طلعت جميلة جدا، وفي مطاعم كتير ما بيحطوش خيار وبيحطوا بصل. خلاص، قطعنا البصلة وقطعنا الطماطم، وهنبتدي نقص الخضرة بالمقص. واجمل حركة بعملها في الخضرة هي قص الخضرة بالمقص بتاع الطعام، مش مقص اليد، مقص الطعام. ليه؟ سهلة قوي يا جماعة. انا ياما قطعت صوابعي وانا بقطع الخضره للمحشي او لاي حاجه هنا، والمقص كمان بيقطعها لي صغنطوطه خالص زي السمسم، انما بالسكينه بكون خايفه على ايدي
خلاص. وساعات تكون في واحدة عنيدة فالسكينة تنجرف كده فأعور صوابعي، لا شلت الجزء بتاع العيدان والباقي بقى سهل جدا بالمقص. الفكرة دي حلوة جدا جدا. خلاص. يبقى احنا بنقشر التوم بالسكينة وبنقطع الخضرة بالمقص علشان تاكلي أحلى سلطة أو للمحشي. السمك طلع واتقلى ولازم يتقلي حلو في النار عشان أنا جايبة سمك كبير، فلازم أتأكد من السوا. اهي الخلطة، الفكرة بتاعت الخلطة بالليمون، بقية الدقة بالليمون، والليمون كتير وكتري، وهوريكم كمية الليمون اللي انا عصرها في الاخر. خلاص. ودهني بقى السمكة من جوه ومن بره ومن كل حتة، عشان حتى لو فيها نسبة زفارة مش هتلاقي زفارة خالص. خلاص. والولاد بيحبوا قوي الرز النجمة ده، عندهم طبق النجمة من هم صغننين فبيحبوه خالص. فعملنا بقى السلطة طلعت جميلة والسمكة والأكل طلع حلو. وده الفلفل الاسكندراني، وده كمية الليمون اللي كنت عصراه. أولا هو مفيهوش عصير كتير، ثانيا الخلطة مع الليمون ما بيديكيش طعم الليمون اللاذع، بيديكي طعم ممتزج ببعضه كده مع الخلطة. خطير، جربوه وقولوا لي ايه رأيكم. الخلطة اللي هي الدقة بتاعة السمك. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي.